السلام عليكم ورحمة الله المتابعين الأوفياء، أتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة، وشكرا لكم جزيل الشكر على التشجيعات ديالكم والتعاليق المحفزة. نتمنى التوفيق للجميع داخل الوطن وخارج الوطن. بغيت نشارك معكم هاد الكيكة السهلة والبسيطة ديال البرتقال، كتجي بنينة ورائعة جدا. نتمنى تجربوها، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك، وخليكم مع المقادير والوصفة. يعني كيكة يا سلام في هذا الشهر المبارك الكريم. كتجي سبونخوسة وبنينة وبالصحة والراحة. احلى متابعين، جيت نشارك معكم كيكه البرتقال سهله ومهله وكتجي بنينه. في مولينيكس غنوضع 3 ديال البيض بحراره المطبخ، غنضيف رشه ملح دائما، كاس ديال الزيت، كاس السكر، كاس البرتقال، دائما مع كاس العنبه، كيسان ديال الاتاي اللي كنشربوا بهم اتاي، يعني عصير البرتقال، وكأس من السكر، وغنحركو العناصر جيدا. بعد ما تجانسنا الخليط كيرجع متجانس، كيرجع الخليط ابيض، غنضيف له هنايا مبشور برتقاله، وغنضيف واحد ملعقه ديال الخل، ونضيف الدقيق. انا نقول لكم شحال من كاس استوعب لي الخليط. الخليط استوعب لي 3 الكؤوس مملوئين ونصف من الدقيق الابيض. الان غنضيف 2 خمارات ديال الحلوى، يعني الكؤوس دائما بالكأس اللي عبرت به العصير ديال البرتقال والسكر والزيت، وغنحركو جيدا. وعندها المول ديالي بالزبده، وغنصب الخليط. انا هنا زيد ضفت حبيبات ديال الشوكولا، كيبقى اختياري اللي بغى يضيفو، اللي ما بغاش يكتفي بالبرتقال. هكذا كنصبوا الخليط ديالنا في المول، كنضربوه شويه على سطح العمل، وندخلوه الفران يكون مشعول سابقا، يعني ساخن. كنشعلو من التحت حتى كطيب من التحت، عاد كنشعلو من الفوق. واحد الكيكه كتجي سبونخوسه يا سلام، وسهله وبسيطه. دائما كنشارك معكم وصفاتي البسيطه وبالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الكيك، كيجي رائع يا سلام، كيجي سبونخوسو. غنزينو دائما بمربى ديال البرتقال وجوز الهند ودوائر ديال البرتقال. خليكم مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي للكيكه ديالنا، التزيين النهائي كتجي رائعه يا سلام. نتمنى تجربوها، وما تنسونيش من اللايك والاشتراك وبارطاجيو الفيديو، ودائما اللي دخل عندي جديد يفعل الجرس باش يوصلوا من وصفاتي المتنوعه والسهله والبسيطه.